مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإلكترونية استهلوها بالعناوين. تدريب المعلمين في إقليم الكاشبركة. بناء مجرى تحويلي في فرو. تدريب العمال في الإقليم الجنوبي. فرنسا تقرر سحب سفيرها وجنودها من النيجر. انطلاق مناورات بحرية كوريا الجنوبية أمريكية وبيونغ يانغ تنتقد تحذيرات سيول. وزارة الداخلية تعلن السيطرة على دير تحصن فيه مسلحون في كوسوفو. نظمت مكاتب التعليم في إقليم الكاشبركة دورة تدريبية ل40 معلما من المدارس الابتدائية في 16 مديرية بالتعاون مع جمعيات المعلمين لمدة 3 أشهر. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ محمد علي إبراهيم أن التدريب المنظم في مدرسة فورتوساو الداخلية ركز على أساليب التدريس وأساسيات الكمبيوتر وسيكون له دور كبير في العملية التعليمية. وذكر مسؤول فرع جمعية المعلمين السيد يوسف دانيك أن التدريب سيسهم في تعزيز القدرات الشاملة للمعلمين بشكل عام ولمعلمي المناطق النائية بشكل خاص. وأوضح مدير مديرية فورتوساوا السيد أبو بكر محمود أن تطوير قدرات معلمي المرحلة الابتدائية يعزز أسس التعليم والطلاب، وأكد المتدربون بدورهم على العمل لترجمة التدريب الذي تلقوه على أرض الواقع. يقوم مزارعو ضاحية حديش في مديرية فرو ببناء مجرى تحويلي للسيول المنحدرة من الهضبة وتوظيفها في الزراعة. وأوضح مدير الضاحية سيد محمد سعيد أن البرنامج الجاري بدعم الآليات يتم من خلاله بناء مجريين تحويليين لاستغلال سيول أودية علي قدهي وحداس وكوميله، مشيرا إلى إكمال الاستعدادات لبناء مجرى تحويلي ثالث. توجد في ضاحية حديش مساحة تتجاوز 800 هكتار من الأراضي الزراعية. وأشاد مسؤول التنمية الاقتصادية السيد صالح إبراهيم كاكاي بمبادرات سكان زولا وأفتى وحديش، داعيا القرى الأخرى لحزوها. تجدر الإشارة إلى وجود حوالي 8300 هكتار من الأراضي الزراعية في مديرية فرو تزرع في موسمي الأمطار الصيفي والشتوي. تلقى 63 عاملا من 12 مديرية والمكتب المركزي لإدارة الإقليم الجنوبي دورة تدريبية في الإدارة والقيادة لمدة 10 أيام بالتعاون مع مركز الكفاءة المؤسسية. اشتمل التدريب على إدارة الوقت والإدارة والتوثيق والقدرات الإدارية الأساسية واستقبال وضيافة متلقي الخدمات وإدارة الممتلكات والمخازن وإدارة الرسائل الواردة والصادرة والحفاظ على سرية العمل وإدارة الأموال والمشتريات وتنمية القدرات البشرية. وقال مسؤول تنمية القدرات البشرية في إدارة الإقليم الجنوبي السيد أسمر ممتاز دسي في مراسم التخريج في 24 من سبتمبر الجاري إن التدريب المقدم تحت إشراف الخبراء يهدف لتقديم خدمات جيدة وسريعة. من جانبه أوضح المدير العام للإدارة والمالية السيد تكية والدي أن التدريب نظم استنادا إلى الدراسات مشيدا باهتمام الدارسين. وأكد ممثل المتدربين على الاستعداد لتطبيق المعرفة المكتسبة، داعيا لمواصلة مثل هذا التدريب الذي يرتقي بالقدرات ويسهم في إنجاز كفؤ للأعمال. نظمت جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في الإقليم الجنوبي برنامج تبرع بالدم في مندفر بالتعاون مع بنك الدم الوطني، حيث قام العمال بالتبرع ب84 كيسا من الدم يوم 23 من سبتمبر. وأوضح مسؤول التوعية في بنك الدم الوطني الممرض برهان أخليلو إن بنك الدم يقوم بجهود حثيثة لتوفير الدم لجميع مستشفيات البلاد. وقال المدير الطبي لمستشفى مندفر المرجعي الدكتور يوناس فلاماريا من المستشفى يستخدمون نحو 800 كيس من الدم سنويا يحصل عليها من بنك الدم الوطني والمتبرعين الطوعيين، داعيا المجتمع عامة والشباب على وجه الخصوص للتبرع الدائم بالدم.
وذكر عضو جمعية التبرع الطوعي بالدم في الإقليم الجنوبي السيد تولد فسها أن الجمعية لديها فروع في 5 مدن وتعمل على رفع الوعي للتبرع بالدم. تلقى 240 شابا دورة تدريبية في مختلف المهن في مديرية بارنتو نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة، وتضمن التدريب الذي استمر ما بين شهر إلى 3 أشهر مقابل رسوم رمزية تضمن الإسعافات الأولية وتكنولوجيا الكمبيوتر وتصفيف الشعر. وقال مسؤول الاتحاد في مديرية بارنتو السيد فورتناتو محمد صالح في مراسم التخريج في 23 سبتمبر إن العديد من الشباب حصلوا على فرص مماثلة في السنوات الماضية، وحث المتدربين على تنمية مهاراتهم من خلال العمل، وعلى المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية خلق فرص العمل وتبادل الخبرات. أوضح مدير مديرية بارنتو بالإنابة السيد يمان محاري ومسؤولة متابعة الأقاليم في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الآنسة هيلين أمينة أن المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات المهنية للشباب هي جزء من البرامج التي يتم تنفيذها لتعزيز القدرات. وقال ممثل المتدربين أن المعرفة المكتسبة ستمنحهم دافعا إيجابيا في جهودهم الفردية والجماعية لتحسين مستقبلهم. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سحب سفير بلده من النيجر سيلفان إيت في أحدث خطوة ضمن التوتر المتصاعد بين البلدين منذ الانقلاب العسكري النيجيري أواخر يوليو الماضي، بينما رحبت السلطات في النيجر بالقرار الفرنسي. وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية إن السفير الفرنسي في النيجر سيعود في الساعات المقبلة، وإن بلاده ستنهي وجودها العسكري هناك، موضحا أن الجنود الفرنسيين 1500 سيغادرون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام. وسبق أن طالب المجلس العسكري في النيجر السفير الفرنسي سيلفان إيت بمغادرة البلاد، لكن إيت رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية. كما أعلن المجلس العسكري النيجيري في 3 أغسطس الماضي إلغاء الاتفاقيات مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بذريعة افتقار المجلس إلى الشرعية. وفي رد فعل نيجيري رحب المجلس العسكري الحاكم بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك خطوة جديدة باتجاه السيادة. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات مشتركة في البحر الشرقي، في حين انتقدت كوريا الشمالية تحذيرات الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بشأن تعاونها العسكري المحتمل مع روسيا، ووصفت تصريحاته بالهستيرية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن البحرية قولها إن المناورات التي تستمر 3 أيام تشارك بها 9 قطع بحرية وطائرتا دورية من الجانبين لتعزيز الجاهزية ضد التهديدات العسكرية المتنامية من كوريا الشمالية، وفقا لما أعلنته البحرية الكورية الجنوبية. وواصلت بيونغ يانغ تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وتعهدت بإطلاق قمر الصناعي للتجسس العسكري الشهر المقبل بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس الماضيين. في غضون ذلك هاجمت كوريا الشمالية الزعيم الكوري الجنوبي يون سيوك يول، وقالت إنه افترى بشكل خبيث على علاقاتها مع روسيا. عاد الوضع هادئا في دير بشمال كوسوفو تحصن فيه لساعات عدة نحو 30 مسلحا إثر مقتل شرطي، بحسب ما أفاد وزير الداخلية جلال سفيتشيلا. وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد دان الهجوم الذي نفذته عصابة مسلحة ضد عناصر شرطة كوسوفو في بانيسكا في شمال كوسوفو، ما أسفر عن مقتل عنصر شرطة وإصابة 2 بجروح. تواصل تبادل إطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في شمال كوسوفو، حيث قتل شرطي حسب ما أعلن رئيس الوزراء.
في حدث علمي تاريخي، وصلت أكبر عينة على الإطلاق يتم جمعها من كويكب إلى الأرض بصحراء يوتا الأمريكية ضمن مهمة لوكالة ناسا الأمريكية. فبعد انطلاقه قبل 7 سنوات، جمع مسبار أويساريس ريكس الحجارة والغبار من الكويكب بينو في 2020 ليباشر بعدها رحلة العودة. ومن شأن هذه العينة أن تساعد على فهم أفضل لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض، وتلقي الضوء على البداية الأولى لتاريخ المجموعة الشمسية وفق ما أكد رئيس ناسا بيل نيلسون. وتحظى الكويكبات بالاهتمام لأنها تتكون من المواد الأصلية للنظام الشمسي منذ 4.5 مليارات سنة، وبينما لحق تغير بهذه المواد على الأرض، بقيت الكويكبات سليمة. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. تدريب للمعلمين في القاشبركة. بناء مجرى تحويلي في فرو. تدريب العمال في الإقليم الجنوبي. فرنسا تقرر سحب سفيرها وجنودها من النيجر. انطلاق مناورات بحرية كوريا الجنوبية أمريكية، وبيونغ يانغ تنتقد تحذيرات سيول. وزارة الداخلية تعلن السيطرة على دير تحصن فيه مسلحون في كوسوفو. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.